اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليا، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. ربي أسعدني واشرح صدري وأرح قلبي. اللهم إني استودعتك راحتي فاجعلني أسعد خلقك. هاي ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. لايك واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا رب تكونوا بخير ودايما دايما يا رب منورين حياتي. تعالوا بقى النهارده هعمل معاكم اكلتين ما يمشوش مع بعض خالص خالص خالص. معرفش ايه اللي جاب القلعه جنب البحر، بس يلا. اول حاجه كده معانا هتبل لكم كده تتبيله السمك. معايا جزرايه مبشوره ومعلقه توم وملح وكمون وكزبره وليمون بس. وهتبل بقى كده السمك. انا معايا سمكتين تونه غسلتهم كده وقطعتهم عشان اعملهم صينيه. انا بقى جوزي ما بيحبش السمك خالص خالص خالص، فكان الحل ان هو اعمل له اكله جنب السمك. فسالته عايز تاكل ايه؟ قال لي مسقعه. انا بقى بعرفش اعمل مسقعه دي خالص. انا بقى اتبل السمك معاكم واحكي لكم بقى الحكايه. انا ما بعرفش اعمل مسقعه خالص، ولا عملتها قبل كده ولا بحبها. مش بحبها، هي ما بتحبنيش. فانا عملت السمك ده ليا انا والعيال برضو مرضوش ياكلوا سمك وكلوا مسقعه مع بعض. والله يا جماعه بص كانهم كلهم ضدي. طبعا بقى انا مع طريقه المسقعه دي بصراحه انا واخداها من جارتي، بس هي جوزي قال ان هي حلوه وعجبته، فانا ما اعرفهاش وما عملتهاش قبل كده. ماما بتعملها واخواتي بياكلوها بس انا ما بحبهاش بصراحه. كده بقى انا تبلت السمك شويه واحط بقى ايه. السمك اصلا ما بياخدش وقت، بيشرب التتبيله على طول. جبت بقى معايا بصل مقطع شرايح وطماطم وفلفل، وجبت صينيه كده هرش بقى شويه فلفل على شويه طماطم على شويه بصل واحط فيها السمك. انا مش هدخله من الفرن، انا هعملها على النار لان اصلا التونه ما بتاخدش وقت، تستوي على طول. فانا هنزلها بقى كده احطها. وجبت صينيه كمان صغيره جايبه سمكتين، يعني جايبه سمكتين بالعدد عشان عارفه ان محدش هياكل. في ناس بتحط عليها بطاطس بقى وكده على حسب انت بتحبيها بكده ولا يعني. انا اصلا الفلفل والبصل اللي عليه ده مش باكله، بحب السمك بس. يعني حتى البطاطس لا ما احبهاش. فلو انتوا بتحبوها حطوا بطاطس. في ناس بتاكلها البطاطس تبقى جميله. في الاخر حطيت عليها رشه زيت بقى. هولع بقى عليها العين على النار الصغيره دي واسيبها مع نفسها. هي بقى بتنزل ميتها وبتشربها وبتستوي. اهم حاجه تحطي عليها خالص، يا اما تحطي لها شقشاق ميه لو ما نزلتش ميه. بص بقى انا مقطعه زي ما جارتي قالت لي. بص ما اعرفش، قطعت بطاطس وفلفل وبتنجان وهقليه بقى معاكم. حبايبي صلوا على النبي في الكومنتات، متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بجد بجد ميرسي لكل اخواتي وحبايبي اللي بيتفرجوا عليا ويعني مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، بس انتوا غاليين قوي عندي. طبعا بصوا هتلاقوا كذا عين شغاله. ده عين بعمل عليه حاطه فيه ليمون كده وشويه اعشاب. وهناك دي مكرونه بالصلصه كانت عندي من امبارح بسخنها العيال عشان ياكلوا قبل ما اعمل الاكل. يعني ايه مش واقفه ساكته. وهناك دي بصلصه القوطه. فيعني كله شغال. هتقولي مش الصينيه كانت ورا؟ لا انا نقلت الصينيه على عين تانية عشان ابقى واقفه هنا براحتي. طبعا بقى انا قليت البطاطس وبعدين الفلفل وبعدين هقلي البتنجان. البتنجان بيشرب الزيت، فلو شربه يبقى خلاص بقى خلصت قلي. هحط بقى البتنجان كله مره واحده. انا عامله شويه صغيرين لان انا لسه بجرب. انا متجوزه بقالي 5 سنين بس ما عملتش ولا مره مسقعه دي خالص. فانا سالت جارتي كده بتتعمل ازاي، فهي قالت لي بقى قطعي حمري بقى بطاطس وفلفل وبتنجان وزي ما هتشوفوا بقى. جبت بقى حل. المفروض اني كنت هدخلها الفرن بس انا بصراحه قبل ما طفيت عليها كان جوزي جه فما لحقتش ادخلها الفرن. حطيت بقى معلقه توم كده
ومعلقة كزبرة، واديتهم كده زي بنعملهم من الملوخية كده، بس يطلعوا ريحتهم كده على طول. ورحت نازلة عليهم بالخل. جماعة لو حد عنده طريقة تانية يقولي، عشان انا مش عارفة دي الطريقة الصح ولا دي افتكاسة من جارتي. بس هي جارتي كتر خيرها، هي اللي قالت لي اعمل كده، ان انا احط زي بتاعة الملوخية بالظبط، بس احط عليها بقى ايه خل. الملوخية منحطش عليها خل. وانزل بقى عليها بالصلصة. انا مسبكة صلصة بس كنت بسخنها، فبصوا تلاقي غليت على طول لانها سخنة. حطيت حبة كده، وبعدين بقى هنزل عليها اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام يا نبي. شوية ملح بقى، وشوية فلفل كده، وشوية كمون، وشوية كزبرة هي قالتلي كده، وشوية شطة. بس بعد ما حطيت شطة شلتها تاني، لان قلت ممكن العيال ياكلوا معايا، فهو ده فعلا اللي حصل، العيال كلوا معايا. وانا بقالي السمك يعني أنا كنت متوقعه ان هو بس اللي هياكل دي والسمك هيخلص، لقيت بقالي ناس سمك وهما ما شاء الله كلوا المسقعه. فانا بقى نزلت بقى البطاطس والفلفل، هو كله مستوي بس هو يقعد مع بعضه غلوتين وخلاص. بعد بقى ما حطيت البتنجان لقيت ان هي محتاجه شويه صلصه كمان، فهضيف لها كده شويه صلصه واسيبها بقى تاخد غلوتين مع بعض. بس المفروض بقى ان انا كانت بعد ما تاخد غلوتين ادخلها الفرن تتشمع بقى من فوق كده. انا ملحقتش طرح لان جوزي كان جوزي بقى جه، فقلت خلاص بقى كلها كده، وقلت له احطها لك في الفرن، قال لي لا انا هاكلها كده. فقلت له خلاص كتر خيرك بصراحه. بس اولع الفرن وحوار. استشكرته طبعا على المجهود الفظيع اللي هو عمل. بس ايه رايكم بقى فيها؟ يا رب تبقى دي طريقه صح. لو حد عنده طريقه تانية يقولي، احنا بنتعلم من بعض. بصوا بقى انا قلت اعمل كده شويه رز صغيرين كده للعيال، لان انا توقعت ان هو مش هياكلوا مسقعه بصراحه، فقلت اعمل لهم شويه رز كده صغيرين ياكلوا بيه السمك. يعني عملت نص كوبايه رز تقريبا. قطعت بصلايه صغيره وحطيت شويه زيت وسبتها تتحمر كده شويه، وبعدين انزل عليها بقى بجزرايه واديها برضو تشويحه. هقلب بقى كده الجزرية مع البصلايه كده شويه. طبعا غسلت نص كوبايه الرز ورحت هنزلها عليه دلوقتي. لا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه صلصه، معلش افتكرتها دلوقتي. نزلت عليها كمان بمعلقه صلصه، وهو ده اللي بيخلي لونها احمر. انا في ناس بياكلوه بني وناس لا. طبعا حطيت الرز والميه وسويته، بس كمان مكانتش بتسوى. ده بقى شكل اكلنا النهارده. يا رب يكون فيديو خفيف على قلوبكم، ويا رب يا رب يا رب تبقوا دايما مبسوطين وفرحانين. بصوا بقى رز السمك بتاعي لونه احمر لانه بالصلصه، لانه بيتعمل بيبقى فيه صلصه. في ناس بيبقى رزها بني، ده اللي بيعملوه بصل بس. بصراحه بحب الاحمر ده، وبحط له كمان عليه رشه قرفه بيبقى طعمه خرافه. هحط بقى كمان معاكم المسقعه. حبايبي متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب ابقى خفيفه على قلوبكم، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتدعمونا. ويا رب تبقى في احسن حال دايما يا رب. بصوا بقى المسقعه احط كده طبق كده لجوزي ياكله والهنا والشفا. وتعالوا كلوا معانا. قالوا في عاصفه جايه، ما شفناش عاصفه ولا شفنا اي حاجه. جماعه العاصفه اللي اتقال عليها دي مثال حي ان اي حاجه بنتكلم عليها ما بتحصلش. هغرف بقى معاكم السمك كمان، دي صينيه السمك. حبايبي كده يبقى فيديونا خلاص خلص، ويا رب يبقى فيديو لذيذ عليكم، ويا رب تكونوا مبسوطين دايما وفرحانين. وخدوا بالكم يمكن العاصفه تضحك علينا وتعملها بكره، بس ان شاء الله ما يبقاش فيه حاجه. هم ضحكوا علينا يا اما احنا كتر كلامنا عليها. قالت والله طب ما انا جايه لكم، والله ما انا رايحه لكم. هتقولي انت سبتي حته ليه؟ ما اعرفش، بس انا حسيت ان هو كده كفايه، يعني الحته دي كانت هتاثر معايا. طبعا ده تاني رجع كله تاني في البتاع. حبيبي كده خلصنا الفيديو بتاعنا، وباي باي.